لو لسه مش بتتعلم برمجة فأنت فعليا بتفوت فرصة كبيرة في حياتك. تعال أقولك ليه البرمجة هي مفتاح المستقبل. بص حواليك كده، أي حاجة رقمية بتستخدمها كل يوم زي التطبيقات والمواقع والألعاب، كل ده وراه برمجة. وكمان البرمجة بتديك فرص شغل كتير جدا، سواء في شركات كبيرة أو حتى شغل أونلاين وانت قاعد في بيتك. وكمان بتعلمك ازاي تفكر بطريقة منظمة وتحل المشاكل بشكل عبقري. لو هنبص على أكثر اللغات ضربا في 2024 هنلاقي لغات كتير زي بايثون، ودي تعتبر أسهل وأبسط لغة للمبتدئين، وهنلاقي لغات تانية زي جافا سكريبت، ودي بيكون استخدامها أكثر في مجال الويب. هنلاقي لغة تانية زي جافا، ودي بتكون مطلوبة في الشركات الكبيرة. مش عاوزك تقلق يا صديقي، كل لغة من دول لها استخدامها الخاص. وكمان البرمجة في 2024 تعتبر من أكثر الطرق ربحا، من تطوير التطبيقات لإنشاء المواقع بل وحتى الذكاء الاصطناعي. البرمجة بتخليك تحقق نجاحات كبيرة جدا. مش بس كده، ودي كمان تعتبر مصدر دخل ثابت ومربح. يلا مستني ايه؟ ما تضيعش وقت، ابدأ دلوقتي وتعلم البرمجة. ولو عايز نصايح أكتر اعمل لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد.